ابدأ بأي طريقة انك تحسن صورتك امام نفسك وامام ربنا، وربنا مستعد يساعدك. لكن في احيان كثيرة الانسان مش هو اللي عايز يبدأ، مش هو اللي عايز يبدأ، اما مش عايز يبدأ يتوب لان في خطية مسيطرة عليه مش قادر يسيبها، في شهوة مسيطرة عليه مش قادر يسيبها، في عادة مسيطرة عليه مش قادر يسيبها، فمش قادر يبدأ، او مش قادر يبدأ من اجل انه مشغول باستمرار باستمرار باستمرار، مش فاضي لنفسه يقعد مع نفسه يفحص في ذاته، مش فاضي. زي واحد في دوامة الشغل ياخده ويلف بيه وهو مش دريان بروحه، والاخطاء بتلف معاه وهو مش دريان بروحه. ففي انسان مش قادر يبدأ نتيجة خطية او شهوة مسيطرة، او انسان مش قادر يبدأ نتيجة مشغولية بتلف حياته، او انسان مش قادر يبدأ نتيجة ضعف، في ضعف في ارادته. هذا الضعف ما بيساعدوش ان يبدأ بداية روحية. وفي انسان مش قادر يبدأ لانه مش عارف طريقة البدء يبدأ ازاي. ما هو شاول الطرسوسي كان ملفوف في دوامة مش دريان بروحه، وبعدين لما ربنا ابتدى ينتشله من هذه الدوامة قال هذه العبارة: ماذا تريد يا رب ان افعل؟ ايه اللي اعمله عشان مش صح؟ وزي اليهود في يوم 50 ما قالوا للرسل السيد المسيح: ماذا نفعل ايها الرجال الاخوة؟ ساعات انسان عايز يغير حياته ولا يعرف ماذا يفعل، ده يحتاج لارشاد روحي. على اي الحالات يعمل اي حاجة صح ويشوف النتيجة ايه. ربنا مستعد ان ينتشل مثل هذا الانسان ويعطيه بصيرة روحية كيف يعمل. الله مستعد ان ينسى الماضي كله اذا مشيت صح من اول دلوقتي. بيقول: خطاياك لا اعود اذكرها، امحوها، ابيض اكثر من الثلج. المهم انك تترك ما انت فيه. اللي انا شايفه عند كثيرين يقول لك: ما انا انسان بحضر الكنيسة وبحضر الاجتماع الروحي وبخدم وليا قراءة في الكتاب المقدس وسير القديسين وبتناول واعترف، عايز مني ايه تاني؟ انا شخصيا مش عايز منك حاجة، لكن انت عايز من نفسك ايه؟ هل تتجمد عند وضع معين لا تنمو فيه؟ في الدير عندنا زرعنا اشجار كتيرة، بل احنا في الدير بدأنا تعمير الصحاري من قبل ما الدولة تخش في المشروع. يعني يافت الأنبا توفيق اللي صلينا يحتفظوا كان عامل تعمير صحاري في الدير، وكان غارس أشجار وحاجات كتيرة.
كنا بنلاحظ الشجرة كل يوم تمر عليها تلاقيها اعلى مما كانت من قبل. عندنا اشجار في الدير علو الشجرة ولا 20 متر فوق، كانت بدأت مفيش نص متر وهي شابة صغيرة، لكن باستمرار تنمو 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 تنمو، وما نعرفش بعد كده هتصل لفين. الشجرة عبارة عن درس للإنسان إن باستمرار لابد أن ينمو. إذا كنت أنت في فترة الصوم ما تعرفش لنفسك خطية تتوب عنها، على الأقل تعرف أن يلزمك النمو، لأن الذي لا ينمو عرضة أن يفتر، والذي يفتر عرضة أن يسقط، والذي يسقط عرضة أن يهلك. فلا بد أن تخلي حياتك الروحية فيها نمو، نمو في الخير، نمو في العلاقة مع الله، نمو في الخدمة. بهذا النمو تستطيع أن تبدأ الصوم الكبير بداية طيبة.